ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ايه اخباركم وايه اخبار الامتحانات؟ طبعا في ناس كتير قوي قالت لي بما انك من اسكندريه فحاولي تصوري لنا على قد ما تقدري جو اسكندريه وشوارع اسكندريه واي فلوجات انزل فيها في اسكندريه، ان انا اصورها واعرضها. فطبعا انا ان شاء الله هعمل كده الفتره الجايه، لان طبعا داخلين على الصيف وده سيزون الخروجات وسيزون المشاوير وطبعا الصيف يعني معظم الوقت نزول لأي أسباب يعني. احنا عندنا بقى، عايزة أعرفكم إن اسكندرية هنا يعني ابتدت فعلا تتزحم. هي مش ابتدت، هي بالفعل زحمة أوي اليومين دول، وبالذات في المواصلات، بحيث ان هما الفترة ديت بيعملوا لغوا القطر خالص، القطر الداخلي اللي هو بتاع اسكندرية، واللي هو كان بيودي من اول اسكندرية لاخرها، وبالتالي المواصلات اتزحمت. انا مش عارفة الصراحة يعني، البحر كان زحمة جدا جدا جدا. انا مش عارفة في الصيف هيبقى ازاي، يعني الشهر الجاي واللي بعديه واللي بعديه لشهر 10 كده مثلا هتبقى عاملة ازاي، لان بيجيلنا مصيفين كتير جدا. احنا ماشيين دلوقتي من ناحية خط سيدي بشر والعصافرة والكلام دوت، فكان زحمة قوي، والخط ده اصلا في الصيف بيبقى زحمة جدا لكترة الشقق والمصيفين فيه. هي اسكندرية عامة كلها دايما بتبقى زحمة في الصيف وفي الشتاء والله، بس هي بلد جميلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين ده خط البحر، خط البحر، واحنا رايحين ناحية سيدي جابر، يعني جايين من سيدي بشر رايحين ناحية سيدي جابر. والمطاعم بقى والمحلات كل ده اكتر بيبقى زحمة قوي قوي في الصيف. يمكن المطاعم والحاجات دي مش قوي دلوقتي عشان ظروف الامتحانات وكده، ولكن برضو كافيهات شغالة بس بنسبة 40%. انما في الصيف يعني مثلا من اول شهر 6 لغاية شهر 10 بسم الله ما شاء الله، يعني الدنيا دي بتبقى مختلفة تماما. والكوبري اللي اتعمل جديد برضو هناك في العصافرة جميل جدا جدا جدا، شبه كوبري ستانلي بالظبط. تغيرات كتيرة حصلت وجميلة، رغم ان في بعض حاجات سلبية، بس هي اسكندرية اصلا جميلة صيف شتاء في اي وقت صراحة، يعني من البلد الحية الحلوة جدا جدا في اي فصل يعني. فيديو بسيط، جولة بسيطة كده على البحر في اسكندرية. مش عارفة تعجبكم ولا لا، اتمنى ان هي تعجبكم، بس هو تنويه ان شاء الله الفترة الجاية دايما هتبقى فيه بثات وفلوجات داخل اسكندرية، هتعجبكم جدا جدا جدا، بالذات الناس اللي برا اسكندرية، واكتر من ان هي تعجبكم ان شاء الله فهتفيدكم. فانا اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة اللي مش مشترك، وتشجعوني عشان اعمل اكتر من كده. وما تنسيش اللايك، مش بفلوس ومش هيخسرك حاجة، بالعكس هيفرحني ان الفيديو بيترفع وتشجعوني اكتر. وما تنسيش لو كومنت حلو، لو يعني تسمحي يبقى فيه كومنت حلو، فاتمنى منك. لو مش حابة خلاص براحتك خالص. واتمنى مش الفيديو ده بس اللي يعجبكم، اتمنى تبصي في القناة يمكن تعجبك منها حاجة وتستفادي منها حاجة وتشجعيني. واسيبكم بقى في رعاية الله، ومع السلامة. انا عايزه اقول لكم بصوا منظر السما حلو ازاي. حبيت اصور لكم منظر السما، شكله جميل قوي اكنها لوحة فنية. سبحان الله سبحان الخالق.